تعرف ان اصلا كانت موائد الرحمن للامراء والاغنياء؟ طب ازاي اصلا وصلنا بشكل رمضان بالفانوس والزينه؟ وراء كل حاجه بتحصل مجموعه حاجات. انا مريم رجب في ما وراء الحاجات. شهر رمضان من أعظم شهور السنة بالنسبة للمسلمين، وكمان هو شهر مختلف بالنسبة لغير المسلمين، وده كله بسبب مظاهر استقباله. هحكي لك عن رمضان في عصور مختلفة، ولكن هبدأ معاك برمضان في العصر الفاطمي، وده لأنها أكتر الفترات اللي ما زال أثرها مستمر معانا لحد النهاردة. بدخول الفاطميين مصر كان في كلام عنهم إن هم مش مسلمين قوي يعني، وإن جواهم كفر وإلحاد، وده سبب اهتمامهم المبالغ فيه في مظاهر الاحتفال برمضان. وكمان كان في معتقد عندهم إن رمضان ده ملاك، وانه اعلى رتبه من كل الملائكه في العالم الروحاني، وان الخليفه الفاطمي اعلى درجات البشر على الارض، ويقال ان ده السبب الديني الثاني لمبالغتهم في الاحتفال. وايا كان مدى صدق الجزئيه الاولى بعيدا عن الثانيه، ولكن هاخدك في رحله للاجواء الرمضانيه وقتها. كان احتفالهم وتجهيزهم بشهر رمضان كان مختلف كليا، واللي كان بيبدا الاحتفالات دي من شهر رجب، وان كل مظاهر الاحتفال دي بتبدا من قبل رمضان بشهرين. بيبداوا يجهزوا المساجد من النواقص بتاعتها، من سجاد وفرش وكل الاصلاحات اللي محتاجها اي مسجد، واناديل الاضاءه، فكانوا بيشغلوا 700 قنديل. وكانت الدوله وقتها بتخصص مبلغ كبير جدا عشان يشتروا البخور والمسك ويتصرف للمساجد طول شهر رمضان. وكمان بمناسبه الشهر ده كان بيتعمل اسواق تجاريه بس لشهر رمضان، زي سوق الشماعين والنحاسين، ودول واحده من اهم الاسواق اللي كانت موجوده طول القرن ال 18 وال 19، ودول بس عشان الشموع والفوانيس. ده غير ان اصلا الفانوس اتواجد بدايه من العصر الفاطمي، ولكن طوروه المصريين للشكل ده، ولكن هبقى اكلمك عنه. اما سوق الحلويين ده واحد من الاسواق اللي كانت اشكالها مبهجه وتحس فيها فعلا باجواء الشهر الكريم، فكان بيتصنع ويتباع فيها اشكال من الاحصنه والسباع مصنوعه من السكر، شبه فكره حلاوه المولد، واللي كان موجود فيه كل يميش رمضان، زي قمر الدين والقطايف والكنافه، وكل حاجه فيهم ليها قصه مختلفه هبقى احكيها لك. وسوق باب الفتوح، وده كان مخصص لبيع اللحوم والخضروات، وكان في امر من الخليفه وقتها ان الاسواق دي تكون مليانه بالكامل لحد ما تكفي حاجه المسلمين طول الشهر الفضيل. واول ما يبدا الشهر تبدا موائد الرحمن، ويعتبر انه الخليفه العزيز بالله الفاطمي اول من عمل بموائد الرحمن، واللي كان بيفطر عليه في الاول اهل جامع عمرو بن العاص، واللي كان وقتها اسمه الجامع العتيق. وكانت في بدايه الامر بيفطر عليها الخليفه والامراء مش الفقراء. وزي ما قلت لك انه قبل رمضان بشهرين كانت بتكون الاجواء دي، فطول شهر رجب وشعبان كانت بتتعمل موائد الرحمن مش بس في شهر رمضان. وكان بيطلع من مطبخ قصر الخليفه 1100 وجبه يوميا بتوزع على الفقراء والمحتاجين. الخليفه كان امام المسلمين طول شهر رمضان، وكان بيئم بالمسلمين في جامع عمرو بن العاص، وده عشان يحافظ على هيبته الدينيه. وكان داخل القصر بتاعه بيتم قراءه القران بشكل يومي، ويتم ختامه المصحف على نهايه الشهر. وصلاه الجمعه كانت تحديدا من اختصاص الخليفه، وكان بيبدا يصليها بالمسلمين من الجمعه الثانيه في الشهر، وكان بيصليها في مسجد الحاكم بامر الله. اما الجمعه الثالثه كان بيصليها في مسجد الازهر، والجمعه الرابعه واللي كانوا بيسميها المسلمين وقتها الجمعه اليتيمه، غالبا لانها بتكون في نهايه الشهر الفضيل، وكان بيصليها في مسجد عمرو بن العاص. وبيتم صرف ميه ورد وعود وبخور كل جمعه. اما اخر ليله في رمضان كانت بتكون ليله قراءه قران ومنشدين طوال الليل، وكان بيحضرها الخليفه ولكن من ورا ستاره، وكان في نهايه اليوم بيوزع على الحاضرين ذهب ودنانير. ومن هنا جت فكره العيديه. اما بقى في عصر المماليك كان بيبدا الاحتفال من اول ما يشوفوا الهلال من مدرسه المنصور قلاوون. كان المماليك طول شهر رمضان بيذبحوا يوميا 25 بقره، كانت بتتوزع ومعاها خبز وحاجات تاني على الناس في المساجد والسجون والفقراء. وكان بسبب الايام الفضيله دي كان بيتم صرف الرواتب وزياده عشان تجهيزهم للشهر الفضيل، وكمان رواتب للطلبه والايتام. وتوالى شكل الاحتفال بالمنظر ده لحد العصر العثماني، فكان يوم 29 شعبان بيطلع القضاه الاربعه ومعاهم بعض من الدراويش والفقراء على قمه جبل المقطم عشان رؤيه الهلال. ولكن اول ما تثبت الرؤيه كانوا بيرجعوا في ايديهم الفوانيس مولعين جواها الشمع، وبتعمل موكب كبير جدا للشخص المسؤول عن رؤيه الهلال، ويمشي في احتفاليه ما بين الطرق والشوارع علشان احتفاله بالشهر الفضيل. وكان من عاداتهم انه اول يوم يزوروا الباشا الاربع قضاه ولكن في قلعته عشان يهنوه فيقوم مهديهم هو قفاطين. وطوال شهر رمضان بيعملوا رز بلبن ويوزعوا على المحتاجين، وكمان كانوا بيوزعوا كحك محشي سكر وعجوه واللي هي اسمها العجميه. وبالشكل ده وصل الاحتفال بشهر رمضان لحد يومنا ده، وهو شهر الاحتفالات اللي دخلت مع العصر الفاطمي وكملت في مصرنا الحبيب. ورمضان هو شهر الرحمه والمحبه، فكل سنه وحضراتكم طيبين والامه العربيه كلها بخير. ابتدى الشهر الفضيل ولكن انتهت حلقتنا. ما تنسوش تشاركونا ارائكم لو كنتم على الفيسبوك، وتتاكدوا انكم عاملين سبسكرايب
سبسكرايب على اليوتيوب، وما تنسوش كمان الشير. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.